بالرغم من أن لقاء الجولة الخامسة لن يلعب قبل بداية شهر نوفمبر المقبل، إلا أن رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل أصر على تحفيز لاعبيه بلعب ورقة التحفيزات المالية، وذلك من أجل تحفيزهم على الاستعداد الجيد لمباراة وفاق سطيف، حيث علمنا بأنه وعدهم بمنحة مغرية وصفت بأنها الأعلى منذ انطلاقة الموسم، وذلك مقابل خطف النقاط الثلاث. وجاءت وعود شلول في شبيبة القبائل بمنح لاعبي الشبيبة حوافز مالية ضخمة في حال الفوز على وفاق سطيف، من أجل تحفيز اللاعبين على تدشين بداية قوية لشبيبة القبائل مع المدرب الجديد، بخلاف السعي وراء ملاحقة مولودية الجزائر على مركز صدارة البطولة والحفاظ على حظوظ لعب الأدوار الأولى منذ البداية. عرف بيت شبيبة القبائل خلال الساعات الأخيرة اجتماعا بين روي المايدا مع المسيرين، وفي مقدمتهم الرئيس عاشور شلول، حيث علمنا أن المدرب البرتغالي حمل تقريرا إيجابيا بخصوص المعطيات التي وجدها في الفريق، وأيضا الانضباط الكبير لدى اللاعبين وجديتهم الكبيرة في العمل، وقال أن كل هذه الأمور ستجعله يتمسك بمخططاته والمتمثلة في العمل على تسجيل بداية قوية والمنافسة بقوة على الأدوار الأولى.